بعد حدوث الأزمة المفتعلة ما بين جماهير الأهلي والأمن في مدرجات استاد القاهرة في مباراة الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا، البعض بيسأل: هل جمهور الأهلي ما بقاش مرغوب فيه؟ هل جمهور الأهلي بقى ممنوع من مؤازرة فريقه في المدرجات؟ أسئلة كتيرة وغضب كتير بيجتاح السوشيال ميديا واتهامات هنا وهناك، وفي بعض اتحبس، وفي بعض بيقول لك ما عدتش رايح المدرجات، وفي بعض بيقول لك لا هفضل في ظهر فريقي. كل الحاجات دي هنوضحها لحضراتكم في الفيديو ده. هقول لك مين المتسبب في حدوث الأزمة، ودور النادي الأهلي على أرض الواقع في الفترة الحالية إيه، وهقول لك موقف الناس اللي اتقبض عليهم في المباراة الأخيرة، وليه ظهرت الأزمة في المباراة دي. هل ليها توابع قبل مباراة الرجاء ولا ما كانش ليها توابع؟ وهنتكلم عن مباراة الأهلي والرجاء القادمة يوم السبت اللي هي إن شاء الله هتكون حاسمة، وعن تحذيرات كولر. فعايزك الأول تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أول مرة بتشوفنا على اليوتيوب وتشاهدنا أتمنى من كل قلبي فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط بلايك عشان يصلك كل جديد، وقول رأيك براحتك على ملعب أو الكباتن. دائما وأبدا بنحترم الآراء والاختلاف في الرأي اللي يفسد لود القضية. في مباراة الدوري العام اللي كانت قبل مباراة الرجاء، جمهور الأهلي اتنشر له فيديوهات على السوشيال ميديا بانه بيشتم شيكابالا. دي واحد. اتنين، قبل كده قال لك جمهور الاهلي بيضيء الكشافات في الدقيقة 20 والدقيقة 74. طيب هل في حاجة تاني؟ هل خرج من ألسنة جمهور الاهلي هتافات معادية للدولة مثلا؟ هل في هتافات خرجت من جمهور النادي الاهلي ضد أندية بعينها مثلا؟ لا. ما حدث يا سيدي الفاضل قبل مباراة الرجاء المغربي، انا بقول لك في فيديوهات اتنشرت على السوشيال ميديا، هتافات ضد شيكابالا، في هتافات ضد شيكابالا. البعض قال انها متفبركه، يعني صوت متركب من فيديوهات قديمه على فيديوهات النادي الاهلي في المباراه الاخيره في الدوري المصري. والبعض قال لا، كان فيه هتافات داخل المدرجات. ولكن بين قوسين جمهور الاهلي ما بيدورش على الجرح القديم لانه بينسى بسرعه. جمهور محبوب وسلس وسهل ومسالم. لكن انا بقول لك في قله بتدخل بالتيشيرت بالبنر وبتهتف وتشجع الاهلي، بس هم مش اهلاويه، وفي وسط المباراه بيهتفوا ضد جهه بعينها او ضد لاعب بعينه او ضد نادي بعينه. انا بسال: فين شركه تذكرتي؟ وفين المسؤولين عن الخارجين عن القانون؟ طيب النادي الاهلي يا جماعه معروف ان جمهوره اصلا طوال المباراه بيفضل تشجيع 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 تشجيع، وفي الدقيقه 74 كالعاده هو اللي بيضيء، والدقيقه 20 بيضيء على ارواح شهداء الكره المصريه. طيب الازمه فين؟ هل يعني اللي بيضحك عليكم ويقول لك الامن مش حاب الاهلي، انا بقول لك لا. طول عمر الامن كالعادي بيسمح للاهلي يضيء يا عم الكشافات في والانوار في على ارواح الشهداء في الدقيقه 20 شهداء الزمالك وال 74 شهداء الاهلي. الامن عمره ما منع النادي الاهلي من كده، والدليل في الدوري وفي كل مباراه، وما شفناش الامن اتدخل في نقطه زي دي. طيب امال الامن اتدخل ليه بقى؟ عايز اقول لك ان الاعلام المصري والفتنه اللي بتحدث، البعض اقاويل احمد حسام ميدو لما راح استاد القاهره والضجه اللي عملها والكلام اللي عمله وزعل البعض منه هناك، ده مش غريب. ده مش غريب، لان اللي بيحدث ما بين احمد حسام ميدو وحازم امام في الفتره الحاليه دي وفتره استبعاد مرتضى منصور وحشد الجمعيه العموميه، في كلام يا جماعه بيتقال انه في مؤامره على حدوث فتنه بين الاهلي نفسه كنادي ككيان وجمهوره. طيب ليه؟ علشان يسقط النادي الاهلي وهيبته وبعده على البطولات، فبالتالي يبقى مفيش اهلي في الفتره اللي جايه. والمتسبب ورا الكلام ده حضراتكم عارفينه بعينهم. طب هل الاهلي بيسكت؟ لا. مباراه الرجاء الجمهور اللي اتقبض عليه اللي هو محمد سراج الدين النهارده تواصل مع وزاره الداخليه
ووضح لهم وجهة النظر. وهناك يا جماعة المحامي المسؤول عن المتهمين اللي اتقبض عليهم أجزم وقال وضح وبين إن في عناصر مندسة ما هياش ولا لها علاقة صلة بالنادي الأهلي أبدا، هي اللي دخلت تحدث وتثير الجدل. وإحنا كجمهور الأهلي ما عندناش مانع إنك تاخد اللي بده يشتم الدولة أو اللي بده يتعدى على مؤسستها أو اللي بده يطلع على مثلا على لعيب يشتمه بدون ذنب. احنا كجمهور اهلي جمهور محترم مثقف واعي ما بنحبش الحاجات دي. يعني خلاص احنا عايزين مدرجات لجمهور، احنا عايزين مدرجات لجمهور. وطبعا الجمهور المحترم هو اللي سمح له وزاره الداخليه بحضور مباراه الهلال السوداني، وكان تشجيع بهز جبال، فعلا بهز جبال. هم نفس الجمهور، ولكن في قله مأجوره دخلت جوه المدرجات عشان تسيء وتحدث بلبله ما بين الجمهور الاهلي والامن. مش عايز اذكركم بمباراه الاهلي والمصري بورسعيدي، هكذا السيناريو بيتكرر، ولكن في مباراه الاهلي والرجاء للشحن جمهور الرجاء في العوده ضد لعيبه النادي الاهلي في ارضيه الملعب. صدقوني بقول ده بيحصل. الاهلي ضحيه، الاهلي الجمهور كبش في ده لمؤامرات بتحدث خلف الستائر. فركزوا بالله عليكم، ركزوا. كولر بقى بيحذر لعيبته من حاجه واحده بس، عارفكم رجاله هتأدوا كل حاجه، بس بحذرهم من زئير وهتافات جمهور الرجاء المغربي، لانه معروف عالميا، خلينا عربيا ماشي عالميا، الجمهور رقم واحد اللي بيقدر يعمل حاله غير طبيعيه وغير عاديه في المدرجات، دخلاته والالترس بتاعه والحاجات اللي هتشوفوها. ربما مش هتشوف اللعيبه في الملعب من الدخانه والحاجات دي كلها. فبقول لهم المباراه دي بالنسبه لكم اثبات الشخصيه والثقه في النفس لكل المواسم اللي جايه. ربما نغلق صفحات التعاقد مع اللاعبين من خلال هذه المباراه دي. يعني ما تتهزوش شخصيه النادي الاهلي، العب على البطوله، اقفل ودانك عن زئير الجماهير. انت متعود تلعب على الجمهور، في اخر كام مباراه حضر لك 70,000. يعني احنا اصحاب اللعبه دي، ما نتاثرش. وان شاء الله النادي الاهلي هيقدر باذنك يا رب يخطف هدف يصعب بل يقتل به المباراه بشكل عام. الكلام على المباراه لسه هنعمل فيديو نتكلم فيه بسلاسه عن اهم وابرز اللاعبين في الرجاء واهم وابرز الغيابات اللي بيعاني منها الرجاء المغربي، وكذلك الامر ناحيه النادي الاهلي هنتكلم بوضوح. لكن عايزك تصحصح وما تخليش انت كاهلاوي حد يضحك عليك وقعك ما بين تشجيعك وليك للاهلي مع الامن اللي هو اخواتنا وحبايبنا وجيراننا. والله العظيم ما طالع اقول غير اللي يرضي الله. الجمهور والامن حبايب، لكن في قله بتدخل عشان تحدث الازمه تاني، واحنا ما عندناش مانع تكرر مثل هذه الازمات تاني ويحدث فيها خسائر لا قدر الله. بشكركم جدا لحسن المتابعه، وبتاسف على الغياب نظرا للظروف الصحيه واخر رمضان في الاجتهادات، وربنا يتقبل منا جميعا ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين. اشوفكم في فيديو قادم. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.